Unit 2 Period 2 الوحدة الثانية الدرس الثاني Page 13 الصفحة 13 Activity 1 Listen and circle the words you hear then match them with the pictures استمع وضع دائرة على الكلمات التي تسمعها. هذا الشق الأول من هذا السؤال، وهو أن أستمع إلى الكلمات وأضع دائرة حول الكلمات التي أسمعها. زي ما احنا شايفين أعزائي الطلاب، عندي الكلمات الجديدة التي تعلمناها في الدرس السابق. مطلوب مني أن أستمع إلى هذه الكلمات وأضع دائرة حول الكلمة التي أسمعها. Then match ثم بعد ذلك match them with the pictures ونوصل هذه الكلمات بالصور. زي ما احنا شايفين في عندي هو لكل كلمة موجود عندي صورة معبرة عنها. بعد الاستماع وأن نضع دائرة، وهو الشق الأول من السؤال، مطلوب مني أن أوصل هذه الكلمة مع الصورة المعبرة عنها. خلينا نستمع أعزائي الطلاب. Anyone. الكلمة الأولى اللي سمعناها هي كلمة anyone. أين كلمة anyone في هذه الكلمات؟ عندي 12 كلمة anyone. This is anyone. Number 8 anyone. عندي اللي هو كلمة anyone. بعد ما استمعنا إلها ووضعنا دائرة عليها، أين الصورة المعبرة عنها؟ Which picture express number 8. وعندي هنا هي أي صورة في هذه الصور؟ picture H. okay picture H. إذن سأكتب مقابل anyone سأكتب الحرف أو اللتر H. سأكتب H. سأترك لكم أعزائي الطلاب في آخر الفيديو سأترك لكم الحل كامل لهذه الصفحة، ولكن اللي هو لا أكتب هنا الحل حتى نتعلم ونعرف كيف نجيب على هذه الأسئلة. نستمع إلى الكلمة الثانية. Argue. كلمات argue. أين كلمة argue؟ كلمة argue 10. سأضع عليها دائرة. argue. أين كلمة argue؟ أين الصورة المعبرة على كلمة argue؟ بمعنى يتجادل، شخصين بيتجادلوا. عندي هي هذه الصورة، هي صورة J، اللي هو حرف اللي هو الJ. هما اللي هو معبرين عن اللي هو التجادل. الصورة بتعبر عن إنهم متجادلين أو اللي هو زعلانين من بعضهم البعض. هذه الصورة. إذن سأكتب بجانب argue حرف اللي هو الجي، حرف اللي هي الجي جي. أوكي جي. نمبر اللي هي سنستمع إلى الكلمة التالية. But. أين كلمة but؟ أين كلمة but في هذه الكلمات؟ نمبر 11. سأضع دائرة على كلمة اللي هي but. وما هي الكلمة وما هي الجملة، ما هي الصورة المعبرة عنها؟ الصورة المعبرة عن كلمة but إذن K. إذن اللي هو let's play but not now. سأضع في هذا الفراغ اللي هي خلينا نلعب لكن ليس الآن، اللي هي التعبير عن هذه الكلمة اللي هو نضعها اللي هو اللي تعبر عن كلمة، اللي تعبر عن معنى لكن خلينا نلعب لكن ليس الآن. وضع لي إياها في جملة. إذن الصورة المعبرة عن كلمة but هي K. سأضع بجانب كلمة but اللي هو the letter K، أو أوصلها بها اللي هو أو نكتب جنبها اللي هي K. خلينا نستمع إلى الكلمة التالية.
cry. كلمة cry. أين كلمة cry؟ هي في الشق الأول كلمة cry. This is cry. 5 cry بمعنى يبكي. أين الصورة المعبرة؟ which picture express cry؟ هي عندي picture C. سأوصل اللي هو أو أكتب بجانبها اللي هو C. عندي cry بمعنى يبكي. الكلمة التالية Give back. give back بمعنى يعطي يرجع أو يعيد. give back. أين كلمة give back؟ أين كلمة give back؟ number 12 give back. give back 12 give back. أين هو which picture express give back؟ أي صورة تعبر عن هي give back؟ match it with picture. عندي هنا هي give back هي picture G. سنكتب بجانبها اللي هو letter G. عندي نستمع إلى الكلمة التالية Go away. أين كلمة go away؟ انظر عزيزي الطالب. go away عندي هنا go away اللي هي picture اللي هو number اللي هي الكلمة اللي هي to go away. which picture هي picture دي تعبر عن go away. هذه هي حركة go away باليد هو ابتعد عني أو ارحل عني. إذن سأضع بجانب go away اللي هو letter D. هي D. نستمع إلى الكلمة التالية invite بمعنى يدعو. invite. أين كلمة invite؟ 6 invite. اللي هي هذه كلمة invite سأضع عليها دائرة و اللي هو أبحث عن الصورة المعبرة عن كلمة invite وهي يدعو. هذه اللي هو بقول له تعال بإيده بيأشر له بإيده اللي هو تعال اللي هو invite يدعو. هي A. سأكتب بجانب invite أكتب A. هي الصورة المعبرة عنها اللي هي A. lend بمعنى يقرض. lend. أين كلمة lend؟ هي 9 lend. الصورة المعبرة عن lend وهي I. هذه اللي هي اللي هي يقرض أو يعير اللي هو lend I. سأكتب بجانب lend هي I. problem. أين كلمة problem؟ number 1 problem. أين الصورة اللي هي المعبرة عنها which picture اللي هي picture F. problem. سأضع بجانب اللي هي كلمة problem. سأضع بجانب كلمة problem اللي هو letter F الصورة المعبرة عنها. quiz. أين كلمة quiz؟ هي for quiz. الصورة المعبرة عنها اللي هي E. سأضع بجانبها اللي هو E picture E. share. أين كلمة share 7 share بمعنى يتشارك. انتبه عزيزي الطالب إلى الحرفين اللي هي ال SH
هو مع بعض هدول الحرفين اللي هو بيطلعوا لي صوت اللي هو واحد وهو صوت شير شير شير. الصورة المعبرة عنها اللي هي صورة اللي هي يتشاركون مع بعضهم البعض هي صورة آي. صورة اللي هي آي شير آي. someone, someone. أين كلمة someone اللي هي 13. someone شيء اللي هي someone اللي هي بمعنى شخص ما، وهي بمعنى اللي هي شخص اللي هو بأشير إله ولكن دون ذكر اسمه. عندي هنا اللي هي 13 هي الصورة اللي هي المعبرة عنها هي M اللي هي 13. سنكتب اللي هو بجانبها الصورة المعبرة عنها وهي picture M. understand, كلمات understand. understand اللي هي which. understand 3. understand أي صورة اللي هي which picture اللي هي picture B. كذا نكون أنهينا الكلمات مع اللي هو عزيز الطالب اللي هي حب أنوه إلى شغلة إلى أن كلمة lend اللي هي 9 اللي هي الصورة المعبرة عنها وهي اللي هي which picture L. هكذا نكون قد انتهينا من activity 1 من الدرس الثاني. activity 2 listen and repeat the passage on page 12. هو استمع عزيز الطالب مرة أخرى واللي هو وكرر اللي هي اللي هي المحادثة الموجودة في القطعة الموجودة في الصفحة 12. انظر إلى الصور واللي هو استمع مرة أخرى إلى المادة السمعية التي استمعناها. ولذلك أطلب منك عزيزي الطالب أن ترجع إلى الفيديو وتستمع إلى النص الذي استمعنا له. Activity 3 work in groups of 4 or 5. هي read the passage on page 12 aloud. هو بدنا نشتغل عزيزي الطلاب بدنا نشتغل اللي هو في مجموعات اللي هي 4 أو 5. اللي هو لماذا 4 أو 5 مجموعات؟ لأنه على عدد الشخصيات اللي موجودة عندي اللي هي رانيا، إيمي، فاطمة. هو حتى اللي هو كل شخص اللي هي يعبر عن اللي هي شخصية ويقول كلمات هذه الشخصية. مطلوب منك أيضا اللي هو أن ترجع وتستمع اللي هو وتقرأ القطعة الموجودة في الصفحة 12. اللي هو هذا الدرس عزيزي الطالب يركز على مهارة القراءة حتى نصبح اللي هو متمكنين من الكلمات التي درسناها واللي هو التراكيب اللغوية التي تعلمناها في الدرس السابق. فاللي هو عزيزي الطالب حتى تصبح وتتقن هذه الكلمات لا اللي هي ارجع إلى القطعة الموجودة واقرأ هذه الكلمات حتى اللي هو تتقن مهارة القراءة لديك. Activity 4 read then work in pairs and circle the correct words. read هي اقرأ. سنقرأ هذه الجمل then work in pairs اللي هو سنشتغل هو أنت وزميلك اللي هو تحل هذه الأسئلة أنت وزميلك وضع دائرة على الكلمة الصحيحة. زي ما احنا شايفين أعزائي الطلاب عندي 6 جمل. عندي في كل جملة اللي هو خيارين اللي هو مطلوب مني أن أختار الخيار المناسب مع هذه الجملة. Number 1 I like sharing
or giving things with my friends. I like أنا أحب sharing اللي هو مشاركة أو إعطاء الأشياء with my friends. ماذا أحب أن أتشارك مع اللي هي مع أصدقائي؟ ماذا أحب أن أفعل مع أصدقائي؟ بحب إعطاء الأشياء ولا مشاركة الأشياء مع أصدقائي؟ إذن sharing سأضع دائرة على كلمة sharing. بدي أتعلم عزيزي الطالب كيف أفهم السؤال وأضع اللي هي وأعرف الإجابة الصحيحة من المعنى للجملة. Number 2 I feel sad أنا أشعر بالحزن when عندما someone اللي هو شخص ما or أو anything اللي هي أي شيء argues with me يتجادل معي. اللي هو أنا أشعر بالحزن عندما أي شيء يتجادل معي ولا شخص ما يتجادل معي. اللي هو when someone إذن سأضع دائرة على كلمة اللي هي someone. Number 3 I like doing a game or quiz about friends. أنا أحب أن أحل أو اللي هو أؤدي اللي هو لعبة أو اللي هي اختبار عن الأصدقاء. إحنا ماذا درسنا في الدرس الأول لما نأدوا اللي هو إيمي رانيا and فاطمة اللي هو do a quiz about friends اللي هو قاموا بحل اللي هو الكويز about friends. إذن I like doing a quiz about friends سأضع دائرة على كلمة quiz وهي الإجابة الصحيحة. Number 4 you need to understand or make a problem. أنت تحتاج أن تفهم أو تصنع المشكلة. أنت تحتاج أن تفهم أو تصنع المشكلة اللي هي make بمعنى يصنع تعمل أو يعمل. أنت محتاج أن تصنع أن تفهم المشكلة ولا تعمل المشكلة؟ أن أفهم المشكلة. You need to understand a problem. أنت تحتاج أن تفهم المشكلة لذلك سأضع عليها دائرة. Understand. Number 5 my friends borrow or lend me their books. My friends أصدقائي. Friends أصدقاء. My friends أصدقائي. borrow يستعير أو lend me أو يقرضوني يقرضوني اللي هو their books اللي هو كتبهم. عندي اللي هي الإجابة الصحيحة هي lend مع أن كلمة borrow and lend اللي هي نفس اللي هو borrow يستعير و lend أيضا اللي هي يقرض لكن الإجابة الصحيحة هي lend هي الكلمة التي تعلمناها هي أو المناسبة للإجابة هي lend. إذن سأضع دائرة على كلمة lend. Number 6 I leave or invite my friends to my party. أنا leave بمعنى يترك invite بمعنى يدعو my friends أصدقائي إلى حفلتي party حفلة my party هي حفلتي. اللي هو أترك أصدقائي إلى حفلتي ولا سأدعو اللي هو ولا أنا أدعو أصدقائي إلى حفلتي. أنا أدعو I invite my friends to my party. إذن الإجابة الصحيحة invite وسأضع دائرة اللي هي circle invite سأضع دائرة حول كلمة invite. هكذا نكون قد انتهينا من الدرس الثاني وهذا هو الحل كامل اللي هي لهذا الدرس. انظر إليها عزيزي الطالب بعد أن حلينا هذه الصفحة. وفي نهاية الفيديو أتمنى منكم أن اللي هو إذا عجبكم الفيديو اللي هو ضعوا لنا إعجاب في نهاية هذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.